السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم من جديد في عالمكم المتواضع، عالم دوجة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة وسلامة، عواشركم مبروكين. نتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، ونطلب منكم فضلا وليس أمرا أنكم ديروا لنا واحد اللايك وتابوناو معنا في القناة باش يوصلكم الجديد، وإن شاء الله نبداو على بركة الله. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد لاطاغط. عندي هنايا تقريبا زلافة وواحد شوية، المهم زلافة عامرة ديال الدقيق رطب تاع جميع الاستعمالات. هنايا هاد الكمية هادي يمكن ديري منها جوج طاخطات. هنايا درت واحد قبيصة الملحة، واحد الفانيليا، فاني السكر. هنايا درت تقريبا واحد جوج ثلاثة المعالق ديال السكر سنيدة، واحد البيضة، وهنايا 4 المعالق ديال الزبدة، المهم ديال البوطة. غادي نعجنها بهاد العجين. المهم هي غادي نديرها حتى ندخل فيها هذيك الزبدة وهذاك البيض وهذوك العناصر كاملهم، وتولي هكا مهم تكون مجموعة بها. هنايا هكا دخلت فيها دوك العناصر كاملهم، هكا حكيتهم بينيتيا، ودركا غادي نعجنها بواحد الكاس. نكملها تقريبا زدت ليا كاس الا ربع ديال الحليب. المهم اني عجنتها هكذا، هي القوام ديالها هكذا رطبه. غادي نديرها نخليها ترتاح تقريبا واحد الساعة، وغادي ترتاح واحد شوية. غادي نخلف بهاد السلوفان. المهم تقريبا خليتها شي ساعة هكذاك، هادي ما ساليت سميتو. المهم هنا دهنت هاد المول هذا، هاد القياس ديال المول. حاولوا انكم تجي الورقه ديالها رقيقه باش ما تكونش هكاك دايره. المهم دخلتها الفران. هنايا غادي ندير ديك الكريم باتيسير. هنايا درت واحد البيضه، واحد جوج 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، 4. المهم زدتو هذا. وغادي ندير هذا مايزينا نخلطها بها، وتقريبا واحد الساشيه ديال سكر فاني. انا درت واحد جوج ديال ديك البودره ديال المايزينا. غادي نخلط هكا ننسجم ونديرها فوق البوطه. انايا هي درت خليتها شويه هكاك عاقده، شويه خفيفه ماشي قاصحه. غادي نكبها على ديك العجين اللي طابت، خرجتها من الفران. سهله يعني، زوقتها بالبنان. المهم تزيين على حسب اللي عندكم موجود عندكم في الدار. بأي حاجة بغيتو تزينوها زينوها. ونتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتديروها لوليداتكم في هاد الشهر الكريم. وما تنسوناش من لايك وتابوناو معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.